السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. وش قصة مخدر فلاكة؟ وش صحة الأخبار اللي انتشرت اليومين أن المخدر هذا وصل للسعودية وبدأ ينتشر بين الشباب؟ فلاكة مخدر مهلوس عالي السمية شديد الخطورة سريع الإدمان، واسمه العلمي ألفا بي في بي، ويصنع في الصين ويصدر للولايات المتحدة الأمريكية. فلاكة يجي على شكل حبيبات بيضاء مثل الملح كريهة الرائحة، وهذه الحبيبات إما أنها تؤكل أو تستنشق أو تدخن أو تحقن بالإبرة. وش أعراض فلاكة؟ أعظم أعراضها المخدر الخطير وجود الهلوسة والهذيان، الميول الانتحارية، التعدي على الغير بالقتل، ووقوع جرائم كبيرة بسببه. المقطع هذا لمدمن كان يأكل لحوم البشر في المستشفى، وانتشر في وسائل التواصل عندنا، هذا ليس عندنا في البلد، هذا لمدمن برازيلي. قولوا الحمد لله، والله يحفظ شبابنا ومجتمعاتنا من هذا البلاء. هذا البلاء ابتليت به الآن أمريكا، فلوريدا، يسمونه الجنون ب$5، جرعة رخيصة.